واحد بيقول في حالة عدم وجود وقت عند الأب الكاهن في نهاية القداس، ما عندوش وقت لتوزيع البركة وسيقوم بتوزيعها الشمامسة، هل ممكن تقطيعها بالهيكل البحري أم هذا خطأ؟ مفيش حاجة اسمها ان الكاهن ما عندوش وقت. عمله الكهنوتي اهم من اي حاجة تانية. اما لو كان مثلا بعد القداس هيروح يزور مريض في خوف انه هيموت بين لحظة واخرى، ودي نادر ما بتحصل يعني، يبقى في الحالة دي يقوم القداس بدري، يبتدي القداس بدري ويخرج بدري. لكن الشمامسة هم اللي يقطعوا القربان وهم اللي يوزعوا البركة، ده امر لا يليق ابدا. البركة ياخدوها من الاب الكاهن، من الايد اللي كانت ماسكة جسد الرب ودمه.